لو بتحافظ على الصلاه بتاعتك كمل الفيديو، انما بقى لو مش بتحافظ على الصلاه بتاعتك ربنا يهديك بجد، ربنا يهديك. كمل الفيديو يمكن ربنا يهديك. حاجه صغيره جدا لما عملتها حسيت ان انا بقيت احافظ على صلاتي اكتر، بالذات احافظ على صلاتي في مواعيدها. لما بكون في الشغل او ما بكون في مشوار معين او بجري علشان اخلص اي حاجه، غالبا بكون مش متوضي. فاول ما يجي وقت الصلاه ايه اول حاجه بفكر فيها؟ ان انا اروح علشان اتوضى علشان اصلي. حته ان انا ادور على مكان اتوضى فيه لوحديها غالبا ما بتكونش متاحه، غالبا بكون في مكان ما فيش فيه اصلا، او مش هعرف ان انا اتوضى فيه علشان اصلي، فبالتالي هضطر ان انا ادور على مكان اتوضى فيه علشان اصلي، او هستنى شويه قبل ميعاد الصلاه الثانيه ما يدخل عليا علشان اروح البيت علشان اتوضى علشان اصلي. لحد اما جه يوم كده قلت لنفسي طب ما انزل من البيت وانا متوضي، ايه اللي هيحصل؟ نزلت وانا متوضي. اول ما جه ميعاد الصلاه خلاص اي جماعه بصلي فيها بدخل فيها على طول، اي مكان لقيت فيه ناس بتصلي بصلي فيه على طول، بطلع السجاده من العربيه كده على طول لو معايا سجاده يعني وقتها بصلي. فكره ان انا اكون معظم الوقت متوضي دي في حد ذاتها بتوفر عليا مجهود كبير جدا، بالذات لو انا في الشغل انا متوضي خلاص هصلي دقيقتين بس هصلي وهرجع لك تاني. الحركه دي خلتني بجد يعني ما فوتش صلاه كتير، وخلتني اصلي الصلوات في وقتها، ودي اهم حاجه. تخيل بقى انت لو تعمل ليفل اعلى شويه، كل ما تدخل حمام تطلع متوضي، تفضل طول الوقت متوضي، سلام. انما انت لو مش محافظ على صلاتك معلش انت بتعمل ايه؟ انت بجد بتعمل ايه؟ انت دنيتك الاهم ولا اخرتك الاهم ولا ايه الاهم بالنسبه لك؟ دي اهم حاجه انت المفروض تركز عليها. لو وصلت لحد هنا في الفيديو وفي صلاه انت ما صليتهاش، او لو في صلاه فاتتك، او لو دخل عليك وقت صلاه، انا عايز الفيديو خلص خلاص، قوم صلي دلوقتي.